عندنا شرك آخر مدمر وهو الخفي، وهذا قال فيه النبي: أخوف ما أخاف عليكم الشرك الخفي. الإنسان يدير عبادة، يدير صلاة، يدير صيام، يدير حج، يدير زكاة، يدير معروف، يدير صدقة، ولكنه يرائي بها، يريد أن يصل إلى منزلة في قلوب الناس ليحمدوه على ذلك الأمر، حتى تيجي يوم القيامة يجيب هذه الصلاة والزكاة والحج والعمرة، يجي بهم ينتظر الثواب، يقول ربي الثواب، يقول له ربي روح، تعرف كم تروح؟ روح لهذوك الناس اللي كنت تبين لهم، روح لهم يخلصوك، هما يعطوك الثواب. ولذا قال: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من أشرك معي غيري تركته وشركه، روح لهم يخلصوك. تقعد تصلي لاباس عليك وتقول شوف دخل الجامع قلت هكذا الله أكبر، هذه كانت لله. أنت تنبهت في صلاتك أن القوم يمرقونك بأبصارهم، تمتم تنبهت قلت ما يشوفوا فيا. اهدنا الصراط المستقيم، مع انه كنت تقرا كانت لله، اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت، هذه كانت لله. لما علمت ان القوم يمرقونك بابصارهم زينتها من اجلهم، فانت مراء. والصدقه اردت ان يعلم الناس انك تعطي وانك سخي وانك جواد وانك كريم، فذهب أجرها مع هؤلاء لأنها ما كانت لله. وكذلك أمر الحج والعمرة وأنواع البر والطاعة. لما تحدث الناس أنك تقوم الليل؟ ولما تري الناس أنك ممن يلتزم الصيام بالاثنين والخميس وثلاثة أيام من كل شهر وصوم الدهر وصوم يوم وإفطار؟ لما؟ لكن تقول في نفسك هذا لله، فلما تريد أن تطلع غير الله على هذه العبادة؟ صدقتك تقول هذه لله، فلما تسمع بها فلان علان؟ تقول إنما نطعمكم لوجه الله، وليش يسمع بها فلان علان؟ هذا شرك مدمر ومحبط الأعمال. هذا الظلم الأول. عندنا: فلا تظلموا فيهن أنفسكم، المعاصي. فإذا كان المعاصي في أيام السنة ندي عليها الإثم والوزر، يشتد الإثم والوزر في الأشهر الحرم، فلا تظلموا فيهن أنفسكم. وراح نعطيك واحد المثال برك. واحد في مكة، واحد في رويسو، واحد في مكة سب واحد، وواحد في رويسو سب واحد، الإثم سواء؟ الجواب لا. علاش؟ شرف الزمان والمكان. علاش؟ قال: ومن يرد فيه بإلحاد، ماشي يسوء، ومن يرد فيه بإلحاد المسجد الحرام، ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم. اشتد العذاب نتاعو. هو هذا في اليسوع سب واحد، وهذاك في الحرام سب واحد، السبان هو مش اللي اختلف المكان. والآن مش اللي اختلف الزمان، احنا الآن في الأشهر الحرم. فلا تظلموا فيهن أنفسكم.